قال بيقولوا يا بخت اللي متجوز ست من المنوفية، المنايفة طول عمرهم شاطرين. وانا بقى علشان انا واحدة منهم جايبه لكم النهاردة سر خلطة المحشي بتاعت فصل الصيف. هو في يا رشا خلطة محشي للصيف وخلطة محشي للشتاء؟ ايوه، وده اللي هتعرفوه معايا في الفيديو بتاع النهاردة. وعلشان انا بحب متابعيني وبحب دايما افيدهم، جايبه لكم النهاردة بقى لحمة ب120 جنيه، جبتها وطلعت حلوة قوي، قلت اشارككم التجربة بتاعتي دي واقول لكم عليها. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا النهارده، بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على الرسول، وما تنسوش تكتبوا لي بتتابعوني من اي بلد. يلا حبايبي نشوف الفيديو بتاعنا النهارده، وانا واثقه ان هو هيعجبكم جدا جدا. نزلت السوق يا بنات اجيب شويه حاجات كده للبيت، ولقيت البتنجان القمر ده، البتنجان الابيض. والله العظيم يا بنات انا جايبه كيلو ونص ب10 جنيه. الناس اللي بتقعد تقولي انت بتجيبي الاسعار دي منين، كل طبعا منطقه ليها سعر. انا دايما بقول الاسعار في الفيديو علشان انا مش عايزه حد يستغلكم ابدا ابدا، يعني وداعا لاستغلال التجار. وورق العنب البناتي ده جايبه الكيلو ب60 جنيه. تعالوا بقى اكتبوا لي طبعا الاسعار عندكم عامله ايه برضو علشان نعرف، يعني اكتبي لي بتتابعيني منين وايه السعر في المنطقه اللي انت عايشه فيها. بصوا بقى البتنجان للناس المبتدئه، بناخد بس فتحه بسيطه كده من فوق وبنتكع على الحته اللي تحت خالص، بتطلع معانا بسهوله علشان البتنجان ما يخرمش منكم خالص ويبقى يعني محتفظ بشكله. انا عملته كله بالشكل ده كده، انا بس وريتكم واحدايه كده عشان تشوفوها، وعلشان الناس كتير بتسالني البتنجان بيسود مننا. اوعوا تدعكوه لان الدعك بيسود البتنجان. كمان بعد ما تخلصوه حطوه في ميه على طول، الميه دي حطوا فيها معلقه خل او عصير نص ليمونه، هيمنع الاكسده ويخلي البتنجان ابيض زي القشطه. بالنسبه للخضره بنقيها الاول وبعد كده بنغسلها كويس قوي، وبعدين ننقعها في ميه فيها معلقه خل او عصير نص ليمونه، بنركنها شويه على جنب، وبعد كده بنقطعها ناعم جدا جدا. اوعوا تغسلوا الخضره بعد ما تقطعوها لان هتفقدوا القيمه الغذائيه بتاعتها، وكمان مش هيبقى ليها طعم. تعالوا بعد كده بقى نعمل الخلطه بتاعت فصل الصيف. معانا 3 بصلات كبار مبشورين بالمبشره او متقطعين يعني في الكبه ناعم جدا. هنحط قرن فلفل حامي متقطع مع شويه توم وطماطم متقطعه قطع صغيره كريهات يعني. وهنحط بقى توابل المحشي، كمون، فلفل اسود، شويه من ورق النعناع المفروم ناعم او بودر يعني. وهنحط شويه من الكزبره الناشفه وشويه من السبع بهارات او بهارات المحشي يعني. على العموم لو عايزين الطريقه بتاعتها اكتبوا لي في الكومنتات. وحطيت الطماطم دي تسبيكه انا عاملاها برضو ببصل ومسبكاها كويس يعني، وحاطه فيها ماجي وظابطه الملح بتاعها وحاطه فيها رشه سكر. هنقلب كده الخلطه بتاعتنا ونظبط الملح بتاعها، وهنغسل الرز قبل الاستخدام مباشره ونصفيه كويس من الميه ونحطه في الخلطه ونقلبه كويس. وهنديها بس شويه زيت وبشره بلح جوز الطيب وبس كده. الخلطه عندنا نفسي تشموا الريحه بس. تعالوا بقى نشوف اللحمه اللي انا قلت لكم عليها دي، الدبوس بتاع الكتف، دبوس رومي، مش الدبوس الفخده، دبوس الكتف. ده ب120 جنيه، انا جايباه من مجزر بصراحه، انا كنت جايباه قبل العيد، فعايزه اقول لكم ان هو مليان لحم وحلو قوي. هنشوحه كده في معلقه سمنه وفص مستكه، وبنحط له بقى البهارات بتاعته، ورق لورا، حبهان، ممكن تحطي حته قرفه صغننه خالص. انا مش بحب القرفه بصراحه في الطيور، بس لو انتوا عايزين تحطوا حته صغيره خالص حطوا. بنحط كمان بصل، طماطم، جزر، ونقلب كل الكلام ده، وشويه فلفل اسود ورشه بسيطه قوي من الكمون، ورشه كمان حطيتها من بلح جوز الطيب بس بعد ما شوحت الفراخ. هتشوفوني وانا ببشرها دلوقتي. بنضيف ميه مغليه بعد ما بنشوحها كده. عايزه اقول لكم ان الخطوه دي حلوه قوي، بتمنع الزفاره وبتدي تست حلو جدا جدا. مش هنحط الملح بقى غير قرب التسويه، وطبعا لو ظهر ريم بنشيله بالمعلقه كده وبنسيبها بقى كده لحد ما تستوي براحتها. دلوقتي بقى هسلق ورق العنب. انا نقلت الحله بتاعت الشوربه على العين التانية، وهحط في ميه ورق العنب هحط شويه من ملح الليمون، وهحط شويه زيت. الزيت بيخلي الورقه كده ملمسها ناعم وحلو، وملح الليمون بيدي مزازه وبيحافظ على لون ورق العنب، بيخليه لونه اخضر وحلو. او نص ليمونه يعني، لو أو ممكن تعصري نص ليمونه او عصير ليمونه، يعني الليمون اليومين دولت اخضر فعصري ليمونه كامله. تمام، بس كده. اول ما لونه بيتغير بنشيله على طول، اوعوا تهروه يعني، بنقلبه كده تقلبتين لحد ما اللون بتاعه يتغير، وبعد كده بنشيله. وطبعا ورق العنب ده انا غسلاه كويس جدا جدا قبل السلق. تمام كده. كده عندي الورق جاهز، انا ظبطته يعني، كمان شلت منه العنق حطيتها في الحله اللي انا هحشي فيها. وعلشان نحشي ورق العنب بكل سهوله انا بفرد بقى شويه كده على الرخامه بتاعه المطبخ او على صينيه او على طبليه، وبحط بقى مقدار كافي كده من الرز، ما بنكترش طبعا، وبنقفله بالشكل ده كده. بصوا الورق العنب طبعا صغير هو بناتي، وبيتلف بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي، ما بياخدش وقت خالص وبيطلع مظبوط كانك عاملاه بمكانه بالظبط.
هخلص بقى كل الكميه، انا بس برضو وريتكم كام واحده اهو، واخلص كل الكميه بقى وارجع لكم. بالنسبه بقى لمحشي البتنجان، انا ما بحشيش البتنجان للاخر، انا بحشي البتنجانه لحد يعني فوق النص بشويه. تمام. بصوا فيها سوائل كتير، انا بوريكم فيها سوائل كتير لان انا هجرب ان انا اسويه من غير ميه او شوربه. يعني انا عايزه اجرب الطريقه دي. انا طول عمري بس بسوي ورق العنب من غير ميه من غير شوربه، لان انا بعمل الخلطه بتاعته ني في ني دايما. لكن محشي اللي هو البتنجان ده لسه هجرب معاكم وهقول لكم رايي. تمام. بصوا شويه الميه اللي هم نزلوا دي ميه بصل مع عصير طماطم اللي هي نازله من المحشي. هحط معلقه دبس رمان، ودبس الرمان ده يا بنات انا عاملاه في البيت والله بقاله سنتين عندي، جميل جدا جدا بدون اضافه سكر ولا اي حاجه، رمان بس. لو عايزين الطريقه بتاعته اكتبوا لي في الكومنتات، هبعت لكم اللينك، انا عاملاه معاكم قبل كده. تمام. حطيت بقى المحشي بتاعي على النار. بالنسبه لورق العنب لازم يكون السوائل اللي فيه لحد تلت الحله او زياده عن التلت شويه. بالنسبه لمحشي البتنجان بياخد يعني شوربه لحد نص الحله كده، وبنسيبه على نار عاليه الاول، بعد كده بنهدي النار. انا جربت البتنجان من غير اي سوائل، طبعا كان في شويه سوائل نازلين من المحشي لان كنت حاطه فيها حاجات نيه، طماطم مبشوره والبصل المبشور والكلام ده نزل ميته، ولكن ده عمره ما كان هيسوي البتنجان ابدا، فلحقته بالشوربه على طول واديته شوربه. اما الورق العنب بصراحه انا سويته منه فيه، ودي طريقه انا معتمدها على طول في ورق العنب بس. يعني في ورق العنب كمان يا سلام لو حطيتيه في طاجن وغطيتيه وحطيتيه في الفرن بيطلع طعمه خرافي. عايزه اقول لكم بقى تجربتي في اللحمه دي. ده الدبوس بتاع الكتف طعمه حلو جدا، كله لحم وحلو قوي وسعره حلو، يعني 120 جنيه مش حاجه. طبعا السعر بيبقى مرتبط بسعر الفراخ البيضة، يعني لو غليت هو بيغلى، لو نزلت هو بينزل، عشان تبقوا عارفين. ما تجوش تقولوا لي ده انت قلتي في الفيديو كذا وتروحوا بعدها بشهر تلاقوه بسعر تاني. يعني هو برضو بيزيد وبينزل مع الفراخ.